قولي لنا بقى ازاي التصميم وتوزيع الفرش من البدايه بيريحنا كتير في مراحل التشطيبات. طيب، لما بنفكر في ده في المرحلة الأولانية ده بيخلينا نعرف نصمم الفراغات صح. لو في حاجة محتاجين نأسس لها حاجة ندفنها أو أي حاجة محتاجين نظبطها في التأسيس من الأول، بيريح علينا خطوات بعد كده في التشطيب. زي مثلا الفيديو هنا، دي شقة هندي عليها examples. لو احنا هنتكلم عن حاجات الدفن، مثلا أهم حاجة بيبان فيها الحمام. ده عندنا حمام مثلا ده اتجاه المنور، بيبقى دايما التويليت على المنور والحوض في الوش والشاور غالبا يبقى في المكان ده. نقدر نستغل الحيطة الأبيض ده، هو الحيطة اللي هنقدر نستخدم فيها الدفن. فعندنا نقدر نعمل التويليت يبقى دفن، عندنا نقدر نعمل نيش نحط فيه البرودكتس بتاعتنا في المكان بتاع الشاور. هيبان دلوقتي في الفرش لما يخلص ازاي الحاجات التفاصيل دي بتفرق ازاي في الشكل عندنا. ده مثلا مكان الشاور، قدرنا نستخدم الفراغ ده نحط فيه أرفف زي الصورة اللي موجودة. التويلت ده نفس الكلام بقى دفن، فتخلنا الحيطة اللي وراه. والحوض خلاص قدرنا نحدد المساحة بتاعته من الأول خالص. طبعا كل ده لما بيتعمل من الاول بيساعدنا بقى ان احنا يعني نعمل التصميم احسن، ان احنا نبقى عارفين من الاول من مرحله الطوب كل حاجه بيبقى مكانها فين. بالظبط، يوفر علينا بقى الأرفف اللي هنعلقها أو أي حاجة. احنا اوريدي من الأول بنبقى مصممين الديزاين اللي يخلي المكان في الآخر يبقى شكله كويس وفي نفس الوقت مريح للاستخدام بتاعنا.